مصطفى. ازيك يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله، اهلا بحضرتك وحضرتك طيب. يمكن منورنا برضو في الاستوديو زميلنا الاعلامي الكابتن طارق هاشم معانا. اهلا وسهلا. ازيك يا كابتن؟ يعني حاج مصطفى، كلمنا عن الخبر. عماد حلمي انتوا بعتوه لاتحاد الشرطه، وانا يمكن شفت اخر مباراتين عماد بيلعب، اخرها مباراه المقاصه، ونادي منوف بيقول ان هم لهم 165,000 جنيه عند نادي البلديه. والله يا استاذ محمد، طبعا انت عارف ان مفيش لاعب بينتقل من نادي لنادي الا من خلال تعاقد وعقود رسميه. صح. فهو العقد اللي موجود مع نادي منوف من الاخ محمود الشامي لما كان رئيس النادي بينص فيه ان عقد ان له نسبه 15% لما نيجي نبيع اللاعب يعني. تمام. فانا بعد ما يعني بعنا اللاعب، جه نادي منوف اشتكى ان له نسبه. تمام. طبعا انت كل العقود دي والحاجات دي كلها لازم تبقى مسجله في مضبطه مجلس الاداره. تمام. وبالرجوع لمضبطه مجلس الاداره لقينا ان العقد ده اصلا غير مسجل وغير معترف به. هو ده عقد خارجي؟ ده عقد خارجي بصفه شخصيه، يعني ورقه بيضه كده مكتوب عليها اتفاق مثلا او عقد؟ ده عقد اتفاق بين رئيس النادي هنا ورئيس النادي هنا. طب يعني طب اللاعب ذنبه ايه؟ والجهه المسؤوله والجهات المسؤوله والمجلس القومي. طب الورقه دي او العقد ده من نسختين، نسخه في البلديه ونسخه في منوف. ما انا بقول لحضرتك نسخه غير مسجله في المضبطه، وانت عارف ان مجال. طب دي مش مسجله عندك في مضبطه مجلس الاداره؟ ما لهاش اساس من الصحه. طيب اتحاد الكوره ليه خد قرار بايقاف او عدم تسجيل او قيد اي لاعب من البلديه بسبب هذه الورقه او بسبب هذا الاتفاق؟ هذا الايقاف جه برضه بصفه شخصيه وتم يعني تهميش. يعني ايه بصفه شخصيه يا حاج مصطفى؟ مش هنتكلم اكتر من. بص يا استاذ محمد، انا مش عاوز حاجات شخصيه، على انا راجل مسؤول بدير مؤسسه. حاج مصطفى، انا عارفك، وانت عارف ان انا قريب من حضرتك. طب اسمعني بس ثانيه واحده، انت عارف انا محلاوي من المحله وحضرتك من المحله، وعارف شخصيتك كويس جدا ان انت دغري وصريح دايما. مفيش حاجه اسمها بصفه شخصيه. انا عندي في ورقه اتحاد الكوره بعت جواب او فاكس للبلديه قال لكم. انت عندك صوره من العقد يا استاذ محمد؟ لا ما عنديش، يا ريت تبعت لنا. ابعت لك. احنا عندنا واحده من منوف على فكره، يمكن عندنا صوره من منوف. هل العقد ده مش مسجل في منطقه الغربيه؟ على كذا. لا يعني هو العقد بتاع اللاعب نفسه، عقد بيع اللاعب. العقد ده مش مسجل في المنطقه يا حاج مصطفى. انا هقول لحضرتك حاجه يا حاج مصطفى، نادي منوف ادى الاستغنى للبلديه، ولازم الاستغنى دي بتطلع خلاص الاستغنى دي خرجت من المنطقه. الورقه بتاع ال 15% دي يا كابتن طارق معموله ورقه خارجيه، ورقه بيضه كده، اتفاق ما بين الناديين. هي المنطقه الفيصل يا كابتن طارق يا استاذ محمد. اتفضل يا استاذ محمد، يا كابتن طارق اتفضل يا ريس. بعد اذن حضرتك، انا لو نادي منوف له حق انا اخد الفلوس واوديها له لغايه عنده. انا عارف الحمد لله رب العالمين. انما انا دلوقتي عندي ناس بتراقب، وانت عارف ان الشغل دي فلوس مال عام. اصل انت بتقولي ان اتحاد الكوره بعت ايقاف بصفه شخصيه كده، يعني في قرار. احنا جالنا، هقول لك يا استاذ محمد، احنا جالنا جواب من اتحاد الكوره بيقول يا تدفع 150,000 جنيه لنادي منوف، يعني عدم قيد لاعبي بلديه المحله 2010 2011. طب ما ده كده تاكيد من الاتحاد ان منوف له مبلغ. وعليها تاشيره يا بيه، بس يا استاذ اتفضل انا معاك. وعليها تاشيره من المهندس محمود الشامي اللي هو رئيس النادي. تمام. سابقا هو اللي موصي بالايقاف. يعني انت حاسس ان في مجامله؟ انت حاسس ان في مجامله؟ اصل هو هيوصف الايقاف ليه؟ يا ريس انا ماليش دعوه بالمجامله، انا ليا صالح النادي فين. طيب عامه احنا هنحاول اتفضل يا كابتن طارق. بعد اذن حضرتك يا حاج مصطفى. ايوه يا كابتن. هل في خلاف مثلا للحاج محمود الشامي عشان خاطر او في ليه مصلحه شخصيه اللي هو مثلا يوصي بالايقاف، او في خلافات مثلا خارج المصلحه يعني النهارده؟ لا احنا ما فيش خلاف. بص يا كابتن طارق. يا استاذ مصطفى بعد اذن حضرتك بس اكمل وبعدين نتكلم وبعدين هسيب لحضرتك تتكلم. النهارده في خطاب جالك من اتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو هو ام الانديه، هو الاب الشرعي للانديه. فالنهارده لما يجي لك خطاب من اتحاد الكوره معنى كده ان اتحاد الكوره لازم يكون المنطقه خطبته ثم بعد كده الاتحاد. انت كلامك صح يا كابتن طارق. حاج مصطفى احنا هنشوف الموضوع هيوصل لفين، وهنشوف نادي منوف. انا بس كلمه يا استاذ محمد. اتفضل. انا مربوط المسؤوليه دي حاجات اساسيه. انا جالي عقد، لو العقد ده مسجل عندي انا هبعت الفلوس لنادي منوف، بدليل ان هم لما بعتوا الايقاف من اتحاد الكوره او من المنطقه انا بعت لهم صوره من العقد وقلت لهم ان انا ما عنديش رسمي حاجه تقول ان انا ادفع، فقالوا خلاص يبقى ما تدفعش حاجه. بس طب اعمل ايه؟ اروح ادفع من جيبي وبعدين يجوا الجهاز المركزي واجي يبقى فيه. انا فهمت وجهه نظر حضرتك ان منوف. انا بشكر حضرتك الحاج مصطفى الصامولي رئيس مجلس اداره نادي بلديه المحله. هو بص يا كابتن طارق، هو الورقه دي ورقه خارجيه. هو لما نادي منوف راح قدم الورقه في اتحاد الكوره،
اتحاد الكره خد القرار ان للبلديه لازم يدفع المبلغ، يا اما هيكون في ايقاف. قام جاي نادي البلديه، خليك معايا للنهايه، قام جاي البلديه راح قدم صوره من الورقه دي اثبت ان هي غير رسميه. انت واخد بال حضرتك؟ غير رسميه، مش ولا مسجله في شهر عقاري، ولا مسجله في المنطقه، ولا مسجله في اتحاد الكره من البدايه. عقد اللاعب بينص على ايه يا استاذ محمد؟ عقد اللاعب ما بين مين ومين؟ بينه وبين منوف. لا هو هقول لحضرتك حاجه مش كده. هو اللعيب ده جاي منين يا استاذ محمد؟ من منوف للبلديه. من منوف للبلديه. حلو. تم عقد في اثناء ما كان موجود الحاج محمود الشامي رئيس نادي البلديه. دي ما بيبقاش اسمها، بيبقى استغنى، بياخد ورقه كده ختم على الاستماره دي رايحه للبلديه. طب ما دي تيجي تقول لي بقى لازم يطلع من المنطقه. عارف كان لازم يتعمل 15% بيطلع فين؟ من المنطقه يا استاذ محمد. فعقد اللاعب الاستغنى دي بتطلع من المنطقه، بس دي ورقه استماره ما ينفعش تضيف فيها شروط. عقد اللاعب اللي اتعمل ما بين عماد حلمي وبلديه المحله بيبقى فيه ورقه في النهايه كده مكتوب فيها ملاحظات واضافات. الورقه دي فاضيه، دي كان يجي فيها بند رقم 1 في حاله انتقال اللاعب عماد حلمي من نادي البلديه الى نادي س او ص يحق لنادي منوف كذا، كان لازم يتعمل في الورقه دي. اوكي. لكن الورقه الخارجيه دي كانت لازم تسجل. الازمه دي يا استاذ محمد، هنتابعها. الازمه دي عشان بس اقول لحضرتك على حاجه، مش هتخلص الا بالود. بالظبط. وبعدين هناك بقى في مشاحنات، فاحنا مش هناخد فيها باقي اخبارنا